السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم قناه مطبخ ياسمين واشراف. اليوم جبت لكم واحد التحليه صراحه كتجي زوينه بالفواكه. غتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ واحد لتر ديال الحليب غادي نفرغوه في الكاسرونه. الحليب غيكون عندكم اي نوعيه تستعملوه. من بعد غادي نفرغ جوج فلون ديال الفاني، غادي نضيف جوج معالق ديال السكر على حسب الحلاوه على كل واحد. ندير ساشي ديال الفلون، من بعد غادي نضيف جوج معالق ديال النشا او مايزينا، وغادي نحرك مزيان هاد العناصر لحد الحليب بارد. عاد نديرو فوق البوطه حتى يغلى لنا الحليب. صافي غادي نحرك هاد المكونات من بعد غادي نفرغهم في كويسات ولا زلايف اللي عندكم. نص الكميه نعمروش الكيسان. اش باقي غادي نضيفو فواكه، بغيتو ديروا نص الكميه ديروها نص الكميه على حسب الافراد الاسره. ملي بردوا ليا شويه خديت الفواكه كما كتشوفوا معايا. خديت التفاح قطعتهم مربعات، فخاز، كيوي، عصرت عليهم شويه ديال العصير ديال الحامض باش ما تكحلش لينا التفاح. صافي وغادي نفرغوا في الكويسات ديالنا بهذه الطريقه هذه. ديروا الفواكه اللي عندكم، بغيت تكتفوا غير بالبنان والتفاح، المهم لكم الاختيار. صافي غادي نعمر الكويسات ديالي. الا بغيتو ديروا حتى في الزليف ديروهم في الزليفات حتى هما راه كيجيو زوينين، كيجيو عطين المنظر. انا شاط ليا الخليط قلت علاش ما نديروش في كويسات في الزليف. اش كيجي تا هو زوين. المهم انا غادي نستمر في التعمار ديالهم ونعاودو نتلاقاو.
كما لاحظتوا معايا انا عمرتهم دابا كاملين. دابا غادي نخليهم يبردوا شويه، وغادي ندير الكريمه ديال اللي عصير ديال الليمون والفلون ونعاودوا نتلاقاو. خديت واحد الكاسرونه درت فيها 2 كيسان ديال عصير ديال البرتقال، غادي ندير عليه واحد الساشي ديال الفلون ديال الفاني. من بعد غادي ندير 2 معالق ديال السنيده حسب الحلاوه، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال النشا يكونوش عامرين بزاف. صافي غادي نحركهم مزيان، غادي نديرهم فوق البوطه حتى يغلي هذا الخليط هذا، وغادي نفرغوا فوق الكويسات اللي درت فيهم فوقهم الفواكه. كما لاحظتوا معايا هذا هو القوام ديالو. تخليوش فوق البوطه بزاف، غير بدا يغلي شويه صافي وطفيو عليه. صافي غادي نفرغوا فوق الفواكه. من بعد غادي يعقد، غادي يشد براسو. واللي ما عندوش الليمون يدير غير يعصر غير كاس ديال الليمون ويزيد معاه الماء. صافي غادي نعاود ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا مزيان يشدوا راسهم. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اللي قدمت لكم اليوم. صراحه كتجي زوينه تنفعكم بزاف في رمضان. غير جربوها بمكونات بسيطه وسهله وفي المذاق لا يقاوم. كنتمنى تعجبكم صراحه. شوفوا كيفاش كتجي هاد اللي درت هنايا في الزليف. الزلافه كتجي زوينه، كتجي شاده راسها عاقده وبنينه في نفس الوقت. شوفوا معايا كيفاش تجي، كيجيو طبقات. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. ما تنساوش ديروا لايك. تلاقاو فيديو جديد وبصحه فطوركم.